هنا صوت حزب النهضة الإريتري. هنا صوت حزب النهضة الإريتري. القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري، منبر الحزب وصوت المستضعفين من أبناء شعبنا، يأتيكم في أيام الاثنين والجمعة باللغة العربية، وكذلك أيام الثلاثاء والخميس باللغة التجرينية من كل أسبوع من إعداد مكتب إعلام الحزب. تتابعون أولى فقرات بثنا اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2018، النشرة الإخبارية، ثم تليها دائما فقرات من التقارير والتعليقات واللقاءات السياسية التي تسلط الضوء على مجريات الأحداث في داخل إريتريا وخارجها، وكذلك التطورات الداخلية لحزب النهضة الإريتري. وقتا طيبا وسعيدا نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم مع فقرات بث القسم العربي في إذاعة صوت حزب النهضة الإريتري. أما الآن ندعوكم لمتابعة نشرة الأخبار، وهذه عناوينها. الاستمرار بالمقاومة والنضال من أجل غد أفضل، شعارات رددتها حناجر الإريتريين في تظاهرة جنيف. بعد تظاهرة جنيف، ميلبورن تنفذ وقفة رمزية تضامنية مع الشعب الإريتري ورافضة لمزاعم السلام. احتجاجات إريترية قاضبة أمام سفارة أبو ظبي بكندا ضد مجازر الطيران الإماراتي في دنكاليا. كانت هذه عناوين النشرة، وتتابعون تفاصيلها عقب هذا الفاصل القصير من صوت حزب النهضة الإريتري. نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري، وإليكم نشرة الأخبار. قبل يوم واحد من ذكرى انطلاقة الثورة الإريترية المجيدة في الفاتح من سبتمبر، نفذ عدد كبير من الإريتريات والإريتريين وقفة احتجاج وصفت بأنها نوعية أمام مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وبمشاركة واضحة من رموز النضال الإريتري في مرحلة التحرر الوطني من كل الفصائل الإريترية وقادة المقاومة الإريترية من سياسيين ومدنيين وفنانين وإعلاميين ومتضامنين أجانب. المسيرة التي أعد لها من قبل نشطاء وأعلن عنها مسبقا شاركت فيها أعداد كبيرة من مختلف المدن الأوروبية. الزميل يوسف إبراهيم بوليسي الذي بث تقارير الحدث صوت وصورة باللغتين العربية والتجرينية خص عدوليس بتغطية خبرية أولية إلى حين صدور التقرير النهائي الذي سينشر لاحقا. هذا واحتشد نهار 31 من أغسطس 2018 آلاف الإريتريين أمام مكاتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات المريعة التي ترتكب بحق الشعب الإريتري على يد الحزب الحاكم في إريتريا. وقد استمرت المسيرة قرابة الساعة، ومن مكان انطلاقها بإحدى الحدائق بالمدينة لتصل إلى أمام مقر تجمع مكاتب الأمم المتحدة، وهي تردد شعارات تندد بانتهاكات النظام وممارساته تجاه مواطنيه. وقام ممثلو الطوائف الدينية الإريترية بتسليم مذكرة باسم المظاهرة تحث المجتمع الدولي ممثلا في هيئاته المختلفة للضغط على النظام لإطلاق سراح المعتقلين وإجراء إصلاحات ديمقراطية وكفالة الحريات العامة الدينية منها والسياسية. وفي تصريح خاص به عدوليس، أثنى أحد منظمي هذه التظاهرة العارمة على انضباط الحضور والتزامهم بتعليمات اللجنة والقوى الأمنية السويسرية وتفاعلهم مع قضايا شعبهم وهمومه. هذا وقد حظيت المظاهرة بتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام العالمية والمحلية وتلك المختصة بالشأن الإريتري، كما قامت عدد من القنوات التلفزيونية والإذاعية وقنوات التواصل الاجتماعي بتغطية مباشرة للتظاهرة الحاشدة، من ضمنها قناة الجزيرة التي غطت الحدث، مما أتاح للإريتريين بالداخل الإريتري من متابعة فعاليات التظاهرة منذ بدايتها إلى نهايتها. وأضاف موقع عدوليس الإريتري المستقل إنه من المقرر أن يعقد في الفاتح من سبتمبر اجتماع تفاكري يحضره لفيف من الإريتريين،
تنحصر أجندته في التطورات الراهنة وكيفية تفعيل العمل المعارض والخروج بتوصيات للارتقاء بالفعل المقاوم إلى رحاب تليق بتحديات المرحلة وتسهم في إحداث التغيير المنشود. نفذ العشرات من الإريتريات والإريتريين وقفة رمزية تضامنا مع شعبهم داخل إريتريا ورفضهم لمزاعم السلام بين أسمرة وأديس أبابا بالرغم من إقرارهم بالسلام كضرورة حياتية. الوقفة الرمزية التي نفذت أمام المكتبة المركزية لولاية فيكتوريا الأسترالية تقدمها عدد من قدامى مناضلي ومناضلات الثورة الإريترية وعدد من رموز المقاومة السياسية والمدنية وحضور نسائي ملحوظ. خاطب الوقفة الأخ حاج عبد النور رئيس المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي والذي أكد على الثوابت الوطنية وموقف المجلس من السلام الإريتري الإثيوبي والمعلن في رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الوزراء الإثيوبي. كما نددت الأستاذة صفية عمر إزاز ممثلة للمرأة بالسلام المزعوم واعتبرت كل اتفاقية بين إسياس والدول ومن بينها إثيوبيا غير ملزمة لكون إسياس وحكومته لا يملكون الشرعية. المناضل عبد الله سعيد ممثلا للرعيل الأول ذكر الناس بالنضال الذي خاضته الثورة الإريترية من أجل الحرية والسلام والاستقرار. كما تعاقب على المنصة عدد من الخطباء أكدوا على أهمية السلام مع عدم شرعية الحكم القائم في أسمرة. من جهته تحدث سفير إريتريا السابق لدى الصين محمد نور أحمد للحضور ونادى بمزيد من النضال لإحداث التغيير الديمقراطي وإيجاد السلام الحقيقي. هذا وقد تليت باللغات الثلاثة العربية والتجرينية والإنجليزية مذكرة موجهة لرئيس الوزراء الإثيوبي تثمن التغييرات في إثيوبيا وترفض الاتفاقية الموقعة مع إسياس أفورقي. وأضاف موقع دوليس الإريتري المستقل إن الوقفة استمرت أكثر من ساعتين وقد أبلت لجنة الحراك الوطني ومساعديها بلاء حسنا في الإعداد والتنظيم والإعلان. وقدم الوقفة باقتدار الأخ خالد كنوني. هذا وسنوافيكم بنص المذكرة الموجهة لرئيس الوزراء الإثيوبي ضمن برنامجنا لهذا اليوم. بعد أن انتقلت موجات الغضب الكبيرة التي شهدتها إريتريا في الأيام الفائتة بعد ارتكاب الطيران الإماراتي لمجازر مروعة بحق الصيادين من عرقية العفر الإريترية في البحر الأحمر إلى خارج دولة للإريتريين بالخارج، نظم إريتريون في كندا بدعوة من مكتبة المؤتمر الوطني لعفر إريتريا وقفة احتجاجية في 27 من أغسطس 2018 أمام سفارة الإمارات في أوتاوا للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على المجازر الإماراتية الدامية. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها عبارات حياة العفر تهم ودنكاليا ليست للبيع، ورددوا شعارات من قبيل لا لمجازر طيران الإمارات، دنكاليا أرض الأحرار وبلادنا ليست للبيع، ولا لاستهداف الصيادين، ودنكاليا هي إقليم يقع في جنوب إريتريا حيث يعيش فيه قومية العفر، وتعرف عاصمة الإقليم مدينة عصب بمينائها الشهير الذي استأجرته الإمارات من السلطات القمعية الإريترية قبل نحو 3 سنوات. ويتهم الإريتريون القوات الإماراتية بقتل صيادين من العفر في جنوب البحر الأحمر في أوقات سابقة، ولا توجد إحصائية دقيقة لعدد القتلى من صيادي العفر، إلا أن نشطاء يقولون إن هناك العشرات ما بين قتلى وجرحى سقطوا في هجمات نفذها الطيران الإماراتي على مدار الشهور الماضية. ويقول النشطاء إن رأس النظام القمعي الإريتري إسياس أفورقي منح الإمارات بموجب اتفاق لتأجير ميناء عصب والمناطق القريبة منه رخصة للقتل، وأن الناس الآن تلزم بيوتها بعد حظر الصيد في كافة تلك المناطق ما جعلهم يموتون جوعا. بنهاية هذا الخبر مستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام نشرتنا قدمناها لكم من صوت حزب النهضة الإريتري.
وضع نايم أسكمدول تو فره ومدانان واسكمدول تو حشاشات وزكي من هقي أمان اللي شعبنا للرحمن شعبنا اللقبته واللقبت حالته لا تحزنن الله على مشتاته بدير استعمار أفكار يوم أفياته وحنا قلقينا غسل قلوب مرباته كافلناه كرمناه انبديبو اللي نايته واللي نايكاته ومع الأمان الشعب وحيز قبته يترقوا متهرقاته يترقوا متهرقاته. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام من القسم العربي في صوت حزب النهضة الإريتري. وفيما يلي تتابعون رسالة ميلبورن إلى فخامة الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية. رسالة ميلبورن إلى فخامة الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، أديس أبابا، إثيوبيا. فخامة رئيس الوزراء، باسم جميع الأستراليين من أصول إريتريا ننتهز هذه الفرصة لنتقدم لفخامتكم بأحر التهاني بمناسبة انتخابكم رئيسا للوزراء الجديد لجمهورية إثيوبيا، كما يسرنا أن نعبر عن تمنياتنا لكم ولشعب إثيوبيا بالخير والرفاه، ونتمنى لكم النجاح الوافر في مساعيكم كافة. ولا يفوتنا هنا أيضا التعبير عن إعجابنا ومباركتنا لقراركم بإطلاق سراح السجناء السياسيين الإثيوبيين والرفع الفوري لحالة الطوارئ، ودعوتكم لعودة مجاميع المعارضة السياسية في المهجر، وكذلك دعوتكم لفتح مجال حرية الصحافة في إثيوبيا. ومن المثير أن جميع هذه القرارات تم اتخاذها تحت قيادتكم في فترة وجيزة، حيث خلقت هذه الإجراءات جوا من التفاؤل حول المصالحة. إننا نتابع قيادتكم عن كثب ونلمس عن قرب جدية دعوتكم لنشر السلام والمحبة وتحقيق الشمولية. وعلى صعيد العلاقات الإثيوبية الإريترية فإننا نثمن استجابتكم واستعدادكم لتنفيذ اتفاقية الجزائر للسلام، وكذلك قرارات مفوضية الحدود بين إثيوبيا وإريتريا، ونعتقد بأن هذا من شأنه أن يلعب دورا بناء في المنطقة بأسرها. ولكن بالنظر إلى الموضوع من جانب آخر، فإن الإريتريين في أستراليا وفي بقية أنحاء العالم يعبرون عن قلقهم العميق عن توقيع أي اتفاق بين حكومتكم والنظام القمعي غير المنتخب في إريتريا، هذا النظام الذي لا يتمتع بأي شرعية. إن الإريتريين عموما مطلعون بشكل كبير على السجل الدكتاتوري لهذا النظام، ولهذا فإن أي اتفاقية تفتقر إلى مشاركة الشعب الإريتري لإبداء رأيه حول إحلال السلام الدائم لن يكتب لها الفلاح، وستؤول إلى الفشل حتما في ظل غياب حقوق الإنسان الأساسية أدناه، والتي يطالب بها الشعب الإريتري. ألف، الاستحداث الفوري لنظام دستوري للحكم وتطبيق مبادئ القانون. ب،
استغلال النظام القضائي وإيقاف العقوبات الجماعية للناس الأبرياء من دون محاكمات قانونية. جيم، إلغاء الخدمة العسكرية الأبدية والتي ينتج عنها تفكير الشباب بالهرب والوقوع ضحايا للمجرمين من مهربي البشر. كما قلتم فخامتكم حقا في حديثكم في مدينة أسمرة إن الناس يباعون من أجل أن يصبحوا قطع غيار بشرية احتياطية. إن فقدان الشباب الإريتري لحياتهم تيها في الصحراء أو غرقا في البحار الهائجة تمثل مآسي كبيرة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. د، منح حرية التعبير والمعتقد والانتماء والتظاهر والتحرك السلمي. ر، إطلاق سراح فوري وغير مشروط لجميع سجناء الرأي والفكر. س، منح حق العودة لجميع اللاجئين الإريتريين إلى البلاد. ص، وضع حد للمضايقات التي تمارس بحق الإريتريين في المهجر ومنع إجبارهم على دفع مبلغ 2% كضريبة غير شرعية تحت ذريعة بناء الأمة، وهذا أمر مخالف للقانون الأسترالي والدولي. فخامة رئيس الوزراء، إننا الإريتريون في المهجر نعيش المعاناة منذ سنين عديدة سعيا لنيل الحقوق المشار إليها أعلاه، ورغم مباركتنا لمبادرتكم المتعلقة بإحلال السلام فإننا نعبر عن قلقنا العميق حول الأمور التالية. 1. ما يمكن أن ينتج عن الدبلوماسية الإثيوبية الحالية من إخلاء جانب النظام الإريتري من جميع الجرائم التي ارتكبها ضد الإريتريين، رغم أن هذا ليس هو الهدف من الدبلوماسية الإثيوبية. 2. إطالة أمد بقاء النظام وانتكاسة كفاح الشعب الإريتري لنيل الحقوق المشار إليها. 3. تغويض إرادة الشعب الإريتري باعتبارهم في نهاية المطاف القوة الأساسية لقيادة البلد وحاملي مبدأ السيادة من أجل سلام دائم. 4. سلامة وأمان جميع الإريتريين الموجودين في إثيوبيا بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية والعقائدية. علاوة على ذلك نرى من الواجب علينا أن نوضح لسيادتكم وللمجتمع الدولي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان كما هو موثق من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من خلال التحقيق الذي أجرته السيدة شيلا كيثاروث، حيث يظهر التقرير الذي اعتمد على شهادات حية لشهود عيان وشهادات أولئك الذين عانوا تجارب الرعب حجم الانتهاكات الهائلة المنظمة التي تمارس بشكل واسع في إريتريا. إننا نعتقد دون أدنى شك بأن السيادة التي تتمتع بها أي دولة ينبغي أن تحول وبشكل متبادل دون التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المجاورة. إننا نتفهم سعيكم الحثيث لإحلال السلام مع النظام الاستبدادي الحاكم في إريتريا، وربما تسعون إلى منع تدخلات النظام في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، وهذا ما قد ينجم عنه توقيع اتفاقية سلام مع نظام غير شرعي. وبالرغم أن اتفاقا كهذا قد يتم بحسن نية من جانبكم، إلا أن النظام في إريتريا لا يمكن الوثوق به ولن يلتزم بأي اتفاق. وخلاصة القول فخامة الرئيس، إننا عندما نتحدث عن الوضع في إريتريا فلا يساورنا أدنى شك في أن لديكم المعلومات الكاملة عن هذا الأمر، ومع ذلك فإننا نرغب في إيصال صوتنا راجين من فخامتكم وضع نهاية لمعاناة اليومية للشعب الإريتري على كافة الصعود الحياة، والأخذ في الاعتبار كل ما يتعلق بهذا الأمر قبل التفكير في توقيع أي اتفاقيات في ظل غياب الحكومة الإريترية الشرعية. نتمنى لكم دوام النجاح في مهمتكم الهادفة إلى إحلال السلام والحب والوئام. نسخة للإحاطة لكل من السادة والسيدات أعضاء البرلمان الإثيوبي، معالي وزير الخارجية الأمريكي، السادة والسيدات أعضاء البرلمان الفيدرالي الأسترالي، السيد باند ممثل حزب الخضر الأسترالي في البرلمان الفيدرالي، السيدة شيلا كيثاروث، سعادة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، سعادة الأمين العام للأمم المتحدة،
كبير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. أسكمدون تو فره ومدانان واسكمدون تو حشاشات وزكي من هي أمان اللي شعبنا للرحمن شعبنا إلا قبأتو ولا قبأت حالته لا تحزنن إلا أنا مشتاتو بدير استعمار أفكار من أفياتو وحنا قلقينا غسل قلوب مرباتو كافلناه كرمناه انبديبو اللي نايتو واللي نايكاتو ومع الأمان الشعب وحيد قبتو يتر أو متهرقاتو يتر أو متهرقاتو. مستمعي صوت حزب النهضة الإريتري، يمكنكم إرسال آرائكم ومقترحاتكم على العنوان التالي: anp.medias@gmail.com. كما يسعدنا مستمعينا الأعزاء أن نرد على كل مقترحاتكم واستفساراتكم بكل اهتمام وتقدير. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، متابعي برامج صوت حزب النهضة الإريتري، بنهاية هذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام برامجنا التي عديناها لكم من إعلام حزب النهضة الإريتري لهذا اليوم. مستمعينا الأعزاء، إلى أن نلتقيكم في برنامجنا القادم، نترككم في رعاية الله وحفظه.